السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. جيتكم بعد غياب طويل وهل من ترحيب. جيتكم بهذا الكيك أو موسكوتشو بذوق الفانيلا وموسكوتشو بعدة أذواق اللي إن شاء الله يعجبكم. لهذه المقادير نحتاجو بسم الله. عندي 2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة، نحطهم في البلاندر، نضيف لهم كاس إلى ربع السكر، نضيف لهم رشة الملح، نضيف لهم ملعقة صغيرة لافاني ونخلط جيدا، ونضيف له ملعقة خل، ونضيف له كاس إلا ربع زيت، نضيفه تدريجيا مع التحريك المستمر، ونضيف له كاس إلا ربع حليب يكون دافي. ومن جهة عندي 2 كيسان فرينة كنت غربلتهم، نضيف لهم كيس خميرة الحلويات، نضيفه لهذا الخليط ونحرك. وعندي هذا المول كنت دهنته بالزبدة ورشيته بفرينة، ونحطه يطيب في فرن مشعل مسبقا على درجة 180 درجة، ونحطه يطيب. وبعد ما طاب وتحمر راهو واجد. جات الكيكة طالعة، جات الله يبارك. دوك نحضر الكيكة الثانية، فيها 3 حبة بيض، رشة الملح، كاس إلى ربع سكر، نخلط بالباتور ونضيف له كاس إلا ربع زيت، نضيفه على 3 دفعات ونحرك. ودركا نضيف له كاس إلا ربع حليب يكون دافي، نضيف له 2 مغارف مايزينا، نزيد نحرك، ونضيف له 2 كيسان فرينة كنت غربلتهم، ونضيف لهم 2 أكياس خميرة الحلويات هكذا، ونحرك باليد. ودركا نقسم الخليط على 3. الجزء الأول بذوق الفانيلا، نضيف له مغرفة فاني، والجزء الثاني نضيف له ملعقة كاكاو بني، والجزء الثالث نضيف له معطر البيستاش. لاغوم تاع البيستاش يعطينا لون أخضر فاتح ويعطينا ذوق. وعندي هذا المول قياس كبير، دهنته بالزبدة ورشيته بفرينة، نحط الخليط هكذا بالمغرفة، نحط الأول بذوق اللافاني، وبعد نزيد له ذوق البيستاش، ومن بعد نضيف له ذوق الكاكاو، نحطه بهذه الطريقة. ونبقى نحط فيه هكذا بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الخليط. ونشعل الفرن مسبقا على درجة 180 درجة، نجعله يسخن، ومن بعد نحط الموسكوتشو يطيب وما نفتحش عليه حتى نشوفه طلع وطاب. يعني ندخلو الراس تاع السكين ونشوفو إلا طابت من الداخل. وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو ديرنا جيم وتعاليق جميلة باش تحفزوني ونقدم لكم المزيد. واللي أول مرة يشوف القناة يفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد. وهذا فضلا وليس أمرا. والمقادير تلقوها في صندوق الوصف.
وبعد ما طابت الكيكة الأولى عندي عجينة السكر باللون الأبيض، نحلها بين هكذا كيس بلاستيكي، نحلها رقيقة ونشكلها بالموس، تعطينا هذا الشكل. من بعد نحطو فوق المسكوتشو اللي كنت طيبته في الأول، ومن بعد نرسمه هكذا بالريشة، ريشة تكون رقيقة باللون الأحمر واللون الأخضر. اللون الأحمر على شكل ورد، واللون الأخضر على شكل الساق. كما راه واضح لهنا في الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. وهذا هو الشكل تاعو بعد ما رسمته على شكل ورود. ان شاء الله ايامنا كامل تكون ورود. وهذه هي الكيكة بعد ما طابت، ندهنها بمعجون المشماش. وهذا هو الشكل النهائي. هذا المسكوتشو نقدموه مع التاي، مشروبات، قهوة، حليب. وهذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله كنت خفيفة عليكم، وان شاء الله الى فيديوهات قادمة، ونخليكم على خير وفي امان الله وحفظه، وسلام.